نحكي هون هذا موضوع سياسي. والموضوع هو موضوع حواري، ما عم بتكلم الا سياسي. يعني مثل ما بعض الاشخاص عم بيحاولوا يخلطوا الدين بالسياسه، انت هلا هون جاي تخلط السياسه بامر قانوني، بامر حريات. أين القانون في حركة حماس؟ لما حركة حماس تقصف المعبر، لما إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم وتقصفه حركة حماس. أنا بدي كمان أخلط يعني السياسة بالقانون، لأنه لأنه فيهم إشي، يعني إنه مع كل احترام، وهذا مهم جدا، يعني حرية التعبير وحرية التعبير بفرنسا، على الأقل حرية التعبير على الأقل هنا، وحرية حرق السيارات، وحرية وما هذا كجزء من الاحتجاج. بس بالآخر إحنا بنحكي عن جرائم حرب بغزة، واحنا بنحكي عن قتل ابرياء. ما احد تحدث عن جرائم حرب. لما انت بتحكي هي اسرائيليه وتقول لك جرائم حرب، كونها اسرائيليه هذا لا يعطيها ابدا يعني بس مرات الواحد بيقول يعني عيب انه عربي بيحكي هيك يعني. لا، ممكن واحد من سنغافوره مثلا يكون متضامن مع شعب دارفور، هذا انا لا علاقه يعني. لا اسمح لي بس بكلمه من الناحيه القانونيه. ولو وجد صواريخ تحت المستشفى، القانون الدولي يمنع قصف المستشفى في هيك حالة. وإنسانيا وأخلاقيا حتى ولو ما كان قانون. يعني فخلص يعني لا، لأنه لما تكون هناك صنع صواريخ تحت المستشفى تفقد المستشفى صفة المستشفى. لا، أصبحت مبنى اسمه مستشفى. لما في مدنيين، لما سيارة للهلال الأحمر تكون هيدا من وجهة نظر إسرائيل، بس هيدا وجهة نظر خاطئة. لو ما كانت هالوجهة النظر خاطئة، هذه أمام كاميرات العالم يا سيدي. ليش ما بتمضي معاهدة روما 1998 لو ما كان في جرائم حرب، لو ما كان في جرائم ضد الإنسانية؟ حطوا القانون فوق تصرفاتكم ومنشوف ساعتها إذا التصرفات قانونية أو لا. ما بيكفي يعني ما بيكفي اسمح لي تجي على التلفزيون تقول إنه حماس إرهابي وهيدا مبرر لمنع التظاهر بفرنسا. هيدا راكورسي غير منطقي وغير مقبول. حضرتك بتقولي راكورسي. أولا أنا لم أقل أبدا إنه في فرنسا لا يجب أن تكون هناك مظاهرات، ولكن قلت أن المظاهرات التي تحرق السيارات وتدعو لقتل اليهود ولقتل الحاخامات وفعلا تتعدى على الكنيسة اليهودية. عيب التكلم عن سيارات بهيك حالة، عيب التكلم عن سيارات. كيف فيك تعتبر إنه لازم ناخد بعين الاعتبار إنه 3 زبالة و4 سيارات حرقت هيك وضع؟ عادي بحب اقول لك، بحب ذكر انه مش مشكله سيارات، يعني مش مشكله ومأمنه مش مشكله نسبيه بالنسبه للي عم بيحدث بفلسطين. ما يعني ما فيك تقارن السياره باللي عم بيحدث بغزه. هيدا مش وارد بالمنطق ولا بالقانون. طب لحد كم سياره يعني نبدا نتحدث عن ادخل بهالمنطق، لانه هيدا منطق خاطئ. يعني حضرتك تعطي التبرير لإرهاب الشعب الفرنسي وحرق السيارات. شو إرهابا؟ إيش بتحكي؟ هذا واقع. لما أسر لا تخرج من منازلها أسبوع وتأخذ. أنا عايشة هون بباريس، أنا عايشة بحي اللي فيه يهود وفيه عرب. لا، ما حضرتك بالكلام ده حضرتك يعني لا بس بقول لك يعني أنا ما شفت أي يهودي اللي ما بيطلع من بيته. هناك من يسألك، وأنت الذي تثير الجدل على تويتر، كيف عرف ضيفك المصري أن المتظاهرين من أنصار حماس؟ كيف عرفت؟ لأنه أنا أتتبع هذه الجمعيات. أنا طلعت على قائمة الجمعيات. هذه أشخاص معروفة، وهناك يعني أي شخص يعرف بأسماء الأشخاص الذين نظموا هذه المظاهرة ومضوا على الوثيقة التي بعثت للبريفكتور دو بوليس، هذا يعرفون إنهم هذا أول شيء. ثاني شيء، في الصور، حتى في الصور يعني التي رأيناها على قناتكم الكريمة اليوم الآن منذ دقائق، هناك عبارات دعم الحركة المقاومة الإسلامية. لما نقول تضامن مع المقاومة الإسلامية، هذا معناها المقاومة الإسلامية معناها حماس، يعني هذا دعم. تفسير. لا مش تفسير. لا بس هي تفسير. لا مش تفسير. حماس ليست مقاومة هندوسية. لا يوجد هناك في حماس مقاومة إسلامية غير حماس.
ليست هناك في يعني. وهناك من يقول ضيفك ضد التظاهر والتعبير الحر، وهو في قناتكم يعبر بكل حرية وديمقراطية. ما هذه المفارقة؟ أنا لم أقل أن أنا ضد التظاهر، أنا مع التظاهر، ولكن مش مع التظاهر. لا مش صح، غلط طبعا. أنا مش مع التظاهر هو المشاهد. التظاهر الذي يحرق السيارات، التظاهر الذي يقول يا يهود عودوا إلى سوف نحرقكم، وأوشفيتس يهود. كم عدد هؤلاء؟ كم عدد؟ وهذه العبارات مصري. وأعلام القاعدة. كم عددهم؟ كم عددهم؟ هذا معقول إذا كم عددهم هؤلاء؟ عدد المتطرفين كم؟ أنا بكل مظاهرات اللي كنت ما شفت ولا واحد. يعني ما بقدر أقول إنه المظاهرات هي روح المظاهرة. أنا حكيت مع كتير ناس اللي كانت بالمظاهرة. على كل عدد الإيقافات 15 أو 19 حسب في سرسال 15 و19 في بالنسبة لبرباس. يعني إنه مش يعني بحكي عن أقلية صغيرة، بنحكي عن كم. وبقول لك أكتر من هيك. يعني أنا ما شفت بعيوني أنا، بس أنا حكوا لي بالمظاهرة إنه شافوا شباب إسلاميين اللي لما شافوا لافتات من هذا النوع نزلوهم. يعني لما شافوا ناس متطرفين اللي يعني بعدوهم. وهاي كمان وانا بعترف انه هاي الظاهره موجوده بالهوامش من المظاهرات. المنظمين تبعت المظاهرات، اغلب المنظمين انا ما بعرف كل المؤسسات اللي بينظموا هدول المظاهرات، كل المظاهرات اللي انا بعرفها كلها بتخرب الاساميه، كلها ضد الاساميه بشكل كتير قوي. طيب علي، أريد أن أسألك على موضوع آخر يثير